بدأت قمة الخليج ثم انتهت، ومن حضر غادر، وبين الأمرين هذا ما حدث: صور وعناق ومياه وعصائر وموز وتفاح وأحضان وقبل وصور تذكارية خاصة بعثت إلى جميع وسائل الإعلام، واستضافة ماكرة لرجب طيب أردوغان تاجر الحرب الأول والأخير في المنطقة. انتظر العرب بيانات توضيحية وانتظر العرب مبادرة، ولكن كالعادة العرب صدروا لنا ما يسمى أنهم يصولون عن كثاب، ولا أي عربي فينا يعرف أين يوجد كثاب. والعرب يقولون بأنهم يخافون الآن من توسع رقعة الصراع، وكأن الصراع لا يوجد، والعرب لا يخافون من امتداد ما يسمى بالكراهية، وكأن ما يقع لأطفال غزة ليست ممارسة للكراهية. ولكن دعونا من كل هذا فلأخبركم عن هذه القمة. هذه القمة هي مسرح تفاوض بين طرفين، بين من سيمول وبين تجار الحرب الجدد والقدم في نفس الوقت، بين تجارة قديمة جديدة تعاد إلى المسرح الأحداث، وما بين عرب قد يدفعون لإعمار غزة بإعاز أمريكي، ولكن لهم شروطهم. ولكن علينا أن نعرف بأن بعد 7 من أكتوبر هناك ملف كبير طرح مباشرة دون النظر إلى الخسائر، وهو إعادة إعمار غزة. إيلون ماسك يريد أن يتبرع، دول الخليج تضع شروطا كبيرة على الأمريكان حتى تدفع أموال لإعادة الإعمار، وفي نفس الوقت السيد أردوغان يعرض خدماته كتاجر وكرجل يريد أن يربح قليلا من المال، لأنه لا يملك لا نفط ولا غاز، ولكن يملك فن المناورة ويملك خطط أخرى وهي ما تسمى بتجارة الحرب. ولكن علينا أن نعلم صديقي المتابع، أن تفهم جيدا ما يدور في الكواليس. وقبل كل شيء أريد أن أحيطك علما بأن إسرائيل قد شنت 4 حروب في الفترة ما بين 2008 و 2021، وخلفت دمارا كبيرا في غزة. سنوات الحصار خلفت مصائب اقتصادية كبيرة في غزة قبل 7 من أكتوبر، وحجم المبالغ المطلوبة قبل 7 من أكتوبر 17 مليار. ضف إلى ذلك بأن إسرائيل من خلال حصارها شعلت هناك شباب بلا عمل وعاطل عن العمل، وقد حطمت إسرائيل كل أرقام التنمية الممكنة في غزة. ولكن مع هذه الحرب، هذا الرقم 17 مليار قبل الحرب هو رقم يمثل 4 مرات ميزانية السلطة الفلسطينية، بما معناه بأن هناك عجز ب4 أضعاف حتى يكون هناك نمو. جاء 7 من أكتوبر وتغير كل شيء. بعد 7 من أكتوبر صباحا عليك أن تعلم بأن الأمريكان مباشرة قد اتصلوا بأهل الخليج وقال لهم استعدوا لدفع الأموال، ووضعوا 4 سيناريوهات ممكنة. أهم سيناريو في الأيام الأولى كان أن يخرج قيادات حماس من غزة ويدفع الخليجون الأموال، ولكن الخليجون فرضوا ما يلي. قال الخليجون مباشرة للأمريكان: نحن لن ندفع أي سنتيم في غزة حتى يكون هناك اتفاق نهائي لحل الدولتين. هذا واحد. ثانيا، أن تعود السلطة الفلسطينية لتدير أهل غزة، وهذه الاعتبارات لم تعد ممكنة باعتبار ثبات أهل القسام وثباتهم في الحرب، وأصبح غير ممكن. هنا بائع الأوهام السيد أردوغان يقترح بشكل أو بآخر بأن تكون هناك منتديات ومؤتمرات لجمع المال وتجمع جميعها عند السيد أردوغان، وهو من سيصرف لإعادة الإعمار. طبعا السيد أردوغان لم يغلق السفارة في اسطنبول، لم يوقف سفن الدعم للجيش الإسرائيلي من الغاز والنفط الذي تمر عبر المياه التركية والتي تشرف عليها تركيا مباشرة. ثم أن السيد أردوغان هو أول من بعث بدعم مادي معنوي مباشرة إلى إسرائيل في صباح 7 من أكتوبر، قبل أن يقول كلام جميل ومنمق في ساحات اسطنبول أمام الشعوب الهاتفة بالحرية والحق في استقلال فلسطين. إذن في عالم الأرقام سأسرد لكم فقط بأن غزة قبل 7 من أكتوبر كانت تمثل من أفقر المناطق في العالم. ثلث الشباب في حالة عطالة، ليست هناك خدمات صحية حقيقية، الصرف الصحي لا يوجد بشكل مباشر، المؤسسات الصحية
كانت شبه تقريبا معدومة، ولكن مع ذلك كانت موجودة. ولكن هذه الأرقام جميعها تغيرت بعد 7 من أكتوبر. بعد 7 من أكتوبر نصف المباني في غزة نصفت، حيث أن إسرائيل أرجعت غزة إلى العصر ما قبل الحجري. ضف إلى ذلك بأن 10% من المباني تضررت بشكل جزئي، و10 أخرى من المباني ربما قد يقع إعادة ترميمها، وربما قد تعود صالح. ولكن 80% من المنظومة الصحية الآن أسقطت إلى لحظة الصفر. ضف إلى ذلك بأن غزة حتى قبل 7 كانت تعاني فقط من المدن التي لها في اليوم 4 ساعات كهرباء. الآن غزة بلا كهرباء، بلا اتصالات. الآن يقال بأن بعالم الحساب والمال يحتاج الجميع إلى 100 مليار لإعادة غزة، ولكن من سيدخل هذه البورصة؟ لذلك جاء اجتماع أهل الخليج اليوم بتنسيق أمريكي كبير جدا، وهو في الحديث عن سيناريو إعادة الإعمار. ولكن أي السيناريوهات الممكنة بعد أن أفسدت بشكل أو بآخر كتائب القسام؟ السيناريو الأول وهو الخروج من الأنفاق والخروج إلى مثل صفقة سنة 82، وبالتالي دخول شركات ومؤسسات لإعادة الإعمار، وبالتالي تبقى إسرائيل هي العين الساهرة على غزة بمساعدة السلطة التي تدخل عن دبابة. وهذا السيناريو سقط وإلى الأبد. السيناريو الثاني أن السيد أردوغان الآن يتبجح من خلال أنه سيكون جامع المال، هو الرجل الصادق، الرجل الذي سيجمع المال وهو الذي سيوزعه على الفلسطينيين. وهنا مربط الفرس من حضوره اليوم في هذه القمة، حيث أن الخليجيون يريدون نعم إعادة الإعمار، ولكن الخليجيون يريدون مائدة جديدة للتفاوض بما فيها تغيير كلي لأهل السلطة في الضفة، والقيام بعملية انتخابية معقدة جدا. ربما اليوم أصبح الخليجيون أكثر قبولا لفكرة مروان البرغوثي، ولكن يريدون أن يكون لهم رجال في الدولة الجديدة. ومع ذلك لم يناقشوا مع السيد أردوغان سوى فقط بأن السيد أردوغان طلبوا منه بشكل أو بآخر بأن يقنع أهل حماس بالخروج من الأنفاق وتسليم بشكل أو بآخر الرهائن. ولكن يبدو أن هذا الأمر غير ممكن، لأن رسائل أهل القسام اليوم كانت عكس ذلك مباشرة. سرايا القدس اليوم بعثت بالرسائل القوية من اصطياد لجماعة الكيان، من اصطياد مباشر. إذن هذه القمة كانت قمة الصيد في الماء العكر صراحة، كانت قمة بلا قيمة، لأن السيناريو على الأرض مختلف جدا.